شفنا حياتنا شفنا معارك معجزات وتاريخ كله يحكي عن أغلى الإنجازات من سورنا ورا بالأزمان نسلمها اهلا بكم في برنامج العالم. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس دي يوصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العالي. قلت لكم قبل كده ده هجاص، ده بيهجص على الناس، بيضحك على الدون، بيقول اي كلام اونطه. اللي زي ده بيكره النادي الاهلي. اللي زي ده قلت لكم زيه زي اي حد، ان هو قبل ما يكره حد بيكره نفسه. اللي زي دول بيكرهوا نفسهم قبل ما يكرهوا النادي الاهلي. اللي زي دول اصلا عقدتهم الوحيده النادي الاهلي. اللي زي دول عقدتهم وتعبهم النفسي النادي الاهلي. اللي زي ده اصلا هو اصلا يعني بميت وش متلون، ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدأ في حياته. فلذلك اصلا هو منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد والشر مالي قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل له مشكله وعامل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في شكوك برضه، والله العظيم حاجه في منتهى يعني غرور. يعني اول مره تسمع عن الفيديو ده، ان هو بجد حاجه غير محترمه، حاجه في منتهى الغرور، حاجه غير محترمه بجد يعني. تعال شوف معايا كده. الزمالك اقوى في الوقت ده، اقوى من النادي الاهلي. لا ازاي؟ لا زي الناس. لا ازاي؟ زي الناس زي ما بقول لك انت كده. جيت يا كابتن عشان تقوي النادي الاهلي، ده كان المفروض. لا عشان اجيب لكم بطولات. طيب ما هو لان كانت البطولات بقى لها 5 سنين غايبه عنكم. يعني والله هجاص من تواضع الله رفعه، من تواضع الله رفعه هجاص بجد حقيقي يعني. هجاص كلكم عارفين اللي هو قلتها قبل كده، ان هو اكتر واحد مغرور، اكتر واحد مغرور، مغرور جدا. بمعنى هو مغرور، مغرور جدا. لما يقول لك ما يقول لك الزمالك اقوى من الاهلي حاليا، ده تضحك عليه من هنا للصبح. لما واحد يقول لك الزمالك اقوى من الاهلي، ده تضحك من عليه من هنا للصبح. بعدها انت تيجي تقول هجاص. انا بس عايز اعرف حاجه هجاص، بس غرورك مخليك بتقول حاجه اصلا مش صح اصلا بجد. ما تيجي وتقول يا هجاص، تقول انا انتوا جبتوني. يعني هو كان لما كان لاعب في الزمالك قبل كده، بيقول لك انتوا لما جبتوني انتوا ساعتها اصلا انا بتقول لي يعني هو بيقول ايه؟ بيقول انا جبت لكم بطولات. انتوا اول ما جبتونا جبتوا بطولات. انتوا بقى لكم 5 سنين ما خدتوش بطولات. لا والله انتوا يعني عايز اعرف حاجه هجاص. انت مين يعني؟ مش فاهم. انت بيليه يعني؟ بيليه يعني؟ واحنا مش عارفين مارادونا؟ ولا احنا مش عارفين انت مارادونا يعني ولا حاجه؟ وحتى لو انت بيليه مارادونا يعني معلش يعني. هو مغرور، هو مفكر نفسه هو اللاعب الوحيد. ما يهموش بقى الفرقه مش الفرقه، ما يهموش هو اهم حاجه عنده هو نفسه وشخصه. واحد مغرور اهم حاجه نفسه وشخصه. واحد بيقول لك يعني بيقول لك انا اللي جبت 5 بطولات. انت مين؟ انت مين انت يا هجاص؟ احنا بيقول انتوا من غيري كنتوا شايفين تاخدوا بطولات. انت مين انت عشان الاهلي ما ياخدش؟ الاهلي من غيرك كان بياخد بطولات. الاهلي كان من غيرك يا هجاص كان بياخد بطولات يا هجاص. انت مين انت اصلا؟ عرفنا انت مين يا هجاص. هل انت عرفنا بس، هل انت مارادونا ولا انت مين ولا انت بيليه ولا انت مين بالظبط؟ فهو الهجاص كده. المغرورين بيقولوا اكتر من كده على فكره. هو مغرور جدا، فكر نفسه ان هو احسن من بيليه ومارادونا. تخيلوا. اللي زي ده، ما هو غرور احيانا ممكن يوصل بيك اللي انت تقول اسخن من كده. واحد اهو بيقول حاجات تضحك، يقول لك يعني حاجه تضحك. ما هو الغرور ممكن يوصل بيك كده. اللي يقول لك انا انتوا من غيري ما عرفتوش مش عارف كنتوا مش عارفين تاخدوا بطولات من غيري، وبقالكم 5 سنين ما بتاخدوش بطولات. تخيلوا واحد مغرور. الغرور ماسكه 5 سنين. قال هو اللي جه انقذنا يعني. قال هو ايه؟ انقذنا وجاب لنا بطولات. تخيلوا يعني من غيره يا عيني الاهلي كان ما بيخش بطولات. حاجه في منتهى الضحك والكوميديا يعني. من غير، انا عايز اقول لك حاجه هجصت. الاهلي كان من غيرك كان بياخد بطولات، والاهلي من غيرك وبغيرك بياخد بطولات دايما يعني. فطبعا اصلا هجصت عبد الله اصلا كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال، اعرف حاجبك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالم. السلام عليكم. بنزل من بيتي في كل يوم